السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خليك واعي مع اتش. وحلقة النهاردة هي الرد على تعليقاتكم واستفساراتكم اللي ارسلت على كل منصات التواصل الاجتماعي، فاخترنا اكتر 15 سؤال مهم ووزعناهم ان يكون 5 اسئلة هيكونوا من الكومنتس اللي موجودة على الفيديوهات اللي على التيك توك، و5 اسئلة من الفيديوهات اللي احنا نشرينها على الصفحة هنا، و5 اسئلة من الفيديوهات اللي نشرينها على الانستجرام. فهنبتدي باول 5 اسئلة من اللي احنا نشرينهم على اليوتيوب. السؤال الاول معانا: هل السمنة تؤثر على العلاقة؟ فالسمنة ان جنرال لا تؤثر على العلاقة، تمام، لكن السمنة فيها نقطتين سلبيتين. رقم واحد ان بتخلي طول العضو اقل، فبالتالي اذا خسيت هيبان اطول، وحرفيا كده لانه الفاتس بتغطي جزء من طول العضو الذكري، تمام، فادي بشرة. رقم اتنين ان انت في بعض الوضعيات مش بتعرف تعملها نتيجة طبعا للسمنة دي، فبتلتزم بوضعيات محددة عشان تقدر تمتع الزوجة يعني. النقطة المهمة ان انت لازم تبتدي طبعا في موضوع السمنة ان انت تبتدي تخس وتبتدي تمشي على برنامج الدايت، ابتدي النجاح بيبتدي بخطوة، وبرضه الخسسان بيبتدي بنفس الخطوة. بس ابتدي وركز وان شاء الله امورك طيبة، هترجع لنا ان شاء الله مبسوط واخر انبساط. ده السؤال التاني. بعد اذنك، اتفقنا انه طول العضو مش مهم، بس هل السمك مهم ولا نفس الشيء؟ طبعا طول العضو مش مهم، لا اتفق معاك تماما. فطول العضو ليه مينيموم لازم يكون موجود منتصب، اللي هو كام؟ 8 سم منتصبا. السمك مهم طبعا، مهم، لازم يكون ليه سمك. وانا زي ما قلت لكم ان طول العضو مع سمك مناسب، مع انتصاب قوي، مع تكنيك بتعمله اثناء العلاقه، انت هايل، انت عظيم، انت الله ينور عليك، احسن من عضو ذكري اطول من كده وانتصابه اضعف او حجمه اقل، تمام. فالكلام ده كله لازم ناخده بعين الاعتبار. وتقدر تتفرج برضو على حلقة العضو الذكري طوله قياس العضو الذكري، هتلاقيها موجودة هنا على اليوتيوب. طيب، السؤال الثالث اللي جالنا من تعليقاتكم على اليوتيوب: هل العادة تسبب عدم طول القامة؟ لا والف لا، العادة ملهاش علاقة بطول القامة. فطول القامة ده حاجة انت يعني جينية، فانت هتطول بس هتكون ضعيف. ده الفرق، انت هتكون ضعيف جسمانيا. ليه؟ لان العادة بتاخد 50% من الغذاء اللي انت بتاكله، فبالتالي بتعمل لك عملية ضعف عام للجسم وعدم تركيز والى اخر ذلك. فطبعا بطلها، واتمنى ان انت تتفرج على حلقة العادة السرية، مهمة جدا. السؤال الرابع: هل هناك أدوية موضعية للقضيب اللي حساسية راسه عالية؟ طبعا في، واحنا قبل كده قلنا لكم في حاجة ممكن نقول لكم عليها دلوقتي برضو، اللي هي انا طبعا زي ما عودتكم بقول لكم تملي على المادة الفعالة. فهنا هتلاقي مادة، انا اسف طبعا، في اهو الليدوكاين، اوكي، الليدوكاين، ماده الليدوكاين. فالماده دي انت تقدر بكل بساطه ان انت لو عندك حساسيه راس القضيب عاليه جدا، تعمل حوالين الراس بالماده دي وتغسل راس القضيب كويس جدا 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 قبل العلاقه، وهي الحساسيه بتاعت راس القضيب هتقل جدا يعني. وطبعا في برضو بعض الواقي اللي بيكون مكتوب عليه ان هو سمكه كبير او السمك بتاعه سميك اكتر، ده برضو تقدر تلبسه، فبالتالي بيقلل جدا جدا الحساسية بتاعة راس العضو الذكري، وان شاء الله امورك تكون طيبة مع الزوجة. السؤال الخامس: ازاي اتخن العضو بتاعي؟ العضو بتاعك يعني قصدك سماكة العضو، لأ اتفقنا ان مفيش طول. السمك بيزيد عادي خالص بان انت تضخ دم في الاوعيه بتاعه العضو. طيب ازاي؟ بالارجينين 1000. احنا اتفقنا ان الارجينين 1000 من افضل المكملات الغذائيه تماما، وبياخدوها كل الرياضيين. وانت تقدر، واحنا اتفقنا ان في برنامج لاستعاده صحتك الجنسيه، منهم ان انت تجري 30 دقيقه. خد قبل الجري ب 30 دقيقه الارجينين بتاعك، او الصبح خالص تاخد حبه الارجينين 1000 مللي جرام او حبتين 500. بنخش على الخمس اسئله الخاصين بالانستجرام. السؤال الاول بيقول: بالله عليك عرض العضو عندي 4 سم او 5 سم، هل ده كافي؟ كافي. السؤال الثاني: يا اتش معلش انا عندي دوالي الخصيه من الدرجه الاولى، هل الارجينين بيدهور الدوالي اكتر ولا عادي؟ ارجو الرد، لاني سمعت ان اكسيد النيتريك بيزيد من تمدد الاوعيه الدمويه طبعا، وده ممكن ياثر على الدوالي اكتر. احنا اتفقنا يا جماعه بكل بساطه، والكلام ده واضح جدا. قلت لكم ما تاخدش اي مكملات. لو عندك مشكله بترجع للدكتور اللي معالج حالتك. انا مش شايفك، انا ما بشوفش الحاله، فاهمني يعني، انا مش شايفك، انا بعمل لك توعيه صحيه.
طيب انت عندك مشكله، بتتابع مع الدكتور، بترجع له بتقول له والله يا دكتور انا عايز الارجينين 1000 ده، هو دواء ممتاز ومكمل غذائي، تمام تمام، ممكن اخده على حالتي؟ يقول لك اه او لا بكل بساطه. لو سمحت يا اتش بعد اذنك ممكن ترد عليا، ده السؤال الثالث، انا عندي سرعه قذف واثناء الجماع العضو بينام مني كتير، ممكن تقول على حاجه؟ احنا قلنا في حلقه المكملات الغذائيه بكل بساطه يا شباب يا جماعه، 3 حاجات تاخدهم هايلين جدا: الارجينين 1000 وفيتامين ب المركب والزنك، تمام، يوميا، حبه يوميا لمده 3 شهور. فانت لو كنت داخل على جواز لمدة 3 شهور قبل الجواز وتوقف العادة والكلام ده كله، وتابع حلقة العادة السرية والآخر 6 فيديوهات من الفيديو ده، روعة الروعة والله، روعة الروعة، هترجع احسن مما كنت. خلاص، فالحاجات اللي احنا قلناها دي هتظبط لك الموضوع، ما تاخدش اي مكملات غير بالرجوع للدكتور المختص. تمام تمام. السؤال الرابع: هل ممارسة العادة السرية من سن البلوغ حتى سن المراهقة، أو خلينا نقول لحد أوائل عشان لها تأثير على نمو وشكل وحجم العضو الذكري؟ أبدا أبدا. احنا اتفقنا يا جماعة العادة بتضعف جسمك، بتقلل ذكائك، بتقلل نظرك، لأن هي يعني مترتبة على الأغذية. أنت بتفضي نفسك، فبالتالي جسمك بيكون مرهق بسبب الطاقة اللي بتفرزها، بسبب ان انت بتطلع مينرالز من جسمك والاخر ذلك، ومفيش تعويض كويس، فملهاش علاقة طبعا لا على نمو ولا على شكل ولا على حجم العضو ابدا. السؤال الخامس: ازاي نعرف ان عندنا امراض بروستاتا؟ طبعا بالكشف عند الطبيب. طيب مش عايز تروح للدكتور، في حاجات مبدئية كده ذكية، اسمع تعالى خد اهو. اذا كنت بتروح الحمام بالليل ومتقدرش تمسك الحمام قدر المستطاع، يعني تملي تصحى من النوم الحمام بيقومك اكتر من مرة اثناء نومك الليلي، تمام، تعرف عندك بدايات التهاب بروستاتا ولازم تروح تكشف عند الدكتور. بنخش بعد كده على ال5 اسئلة الخاصة واللي انتوا ارسلتوهم في الكومنتس اللي موجودة على فيديوهات التيك توك وخدوا اكتر من لايك يعني. فالسؤال الاول هنبتدي بقى. السؤال الاول بيقول: انا عايز اعرف حاجه، القضيب بيكتمل نموه لغايه سن كام؟ قلنا لغايه 25 سنه النمو الكامل. السؤال الثاني: انا 13 سنتي ولكن انا سمين، لما بضغط على الدهون بيوصل 16 سم، طبيعي هكذا؟ طبيعي طبيعي، واتفقنا على الكلام ده كله لان حضرتك قلنا الدهون والفات بتغطي 2 سم كمان، يعني انت بتضغط بتقول 13 سم وصلت ل 16 سم، طبيعي جدا، وهو 16 سم خسيت هيطلع 16 سم. السؤال الثالث في التيك توك: عندي سؤال اتمنى تجاوبه. لو ابني بيقول لي هو انا جيت ازاي، او هو ازاي ماما حملت فيا، او انا جيت ازاي، والنبي الاجابه ما تبقاش اما تكبر هتعرف اقول لك، لانه هيعرفها لوحده عادي. يقول له حصلت، احنا الانسان بيتخلق ازاي، ربنا بيخلق الانسان بالطريقه دي، وربنا حلل للشخص انه يتجوز، ومن الجواز بيحصل جماع ما بين الزوجه وما بين هو اكيد يعني مش هيقول لك الجماع ده ازاي بيحصل، يعني بتخش فين، يعني اكيد يعني مش دكتور بتقول له فانت تقول له بيحصل كذا. فانا الجماع ده بيحصل ان انا بحضن ماما، بنبقى لوحدنا في الاوضه، وبعد 9 شهور بيبتدي كذا وتطلع وهكذا، يعني هيعدي لك الحته بتاعت الامبليكس في الدبرياج يعني، لانه لو فضل يدقق فيها لا انت تخاف منه بقى. السؤال الخامس: هل الجيم بيجعل نفسك طويل في العلاقه؟ طبعا الجيم بيجعل نفسك طويل في العلاقه، ومتهيألي انا هناخده سؤال ثالث كمان، سؤال اخير: كيف افرغ رغبتي الجنسيه بدون عاده سريه يا باشا؟ السؤال ده خبيث، انا عارف يا خبيث. ليه بقى؟ لان هو عايز يقول لك انا طب اعمل ايه يعني، انا دلوقتي عندي طاقه جنسيه، المفروض اعمل واحد سحلبوس سكر بره دلوقتي يعني، او اعمل عاده سريه دلوقتي حالا، او ان انا اعمل نسكافيه خارج اطار الزواج، ما انا عندي رغبه جنسيه. لا حبيبي، ربنا سبحانه وتعالى عشان يحافظ على قوتك الجنسيه عمل لك حاجه اسمها الاحتلام. طول ما انت بتحافظ على عضوك الذكري بيحصل لك عمليه احتلام، عشان تملي بيكون العضله بتاعتك شغاله، وحاجه طبيعيه، حاجه بتخرج زايده عن احتياجات جسمك، اتفقنا؟ فهي دي الافراغ الوحيد. لو انت بتعمل عاده قلنا قلل، يعني انت اوريدي بتعمل عاده ومدمن عليها، قلت لك قلل وخش البرنامج اللي هو كل 10 ايام مره، بعد كده مره كل 15 يوم، ومره بعد كده كل 20، وهكذا لغايه لما تلاقي نفسك بتعملها مره كل شهر، وربنا يوفقك. بالنسبه لاخواتنا برضو ده سؤال مهم، انا اسف، اللي تملي يقولوا لي انا انتكست. يا عم ده مش مخدرات حضرتك، انت مش بتاخد مخدرات عشان يتقال لك انت انتكست وهترجع تدمن اكتر مما كنت. لا يا حبيبي، ادمان العاده هو ادمان نفسي، بطلتها عادي، يبقى انت عملتها مرة في 20 يوم او مرتين في 20 يوم،
فهمتني؟ فخد الحاجه الايجابيه، ما تقعش تحت الاحباط والكلام ده كله، ان خلاص انت مش نافع مش فالح ترجع تاني للادمان. بشكركم شكرا جزيلا حلقه النهارده. اتمنى تقولوا لي في الكومنتات مستنيين حلقه الاورجازم. طبعا هي حلقه انا بحضر لها كتير وبجيب لها كمان حاجات كتير عشان اشرحها لكم بالظبط تتعمل ازاي. فاتمنى منكم لايك وشير وسبسكرايب، ما تنسوناش ابدا باللايك والشير وسبسكرايب ومتابعه الصفحه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقولوا لي من واحد ل10 ايه رايكم في الحلقه دي، ونثبت الفقره دي كفيديو مره في الشهر ولا لا. شكرا وخليك واعي مع اتش.